شيفروليه قررت ترجع تاني للسوق المصري بحاجة جديدة وعربية كانت معروفة انها اقتصادية وعملية. بس يا ترى النسخة الجديدة دي هتقدر تكمل نجاحها ولا هتبقى مجرد اسم على عربية مختلفة تماما؟ النهاردة معانا شيفروليه اوبترا الجديدة وهنتكلم عن كل حاجة عنها من التصميم لحد الأداء والتجهيزات علشان تعرف هل العربية دي تستاهل انك تفكر فيها ولا لا. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا عمرو مجدي وفي الفيديو ده هنتعرف على شيفروليه اوبترا الجديدة 2025 المجمعة محليا. وعايز انوه ما تنساش لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان ناس كتيرة بتتفرج علينا وتمشي من غير ما تتابعنا. ده الجيل الجديد من شيفروليه اوبترا، والعربية دي بتصنف كومباكت سيدان مدمجة، والعربية متوفرة في فئتين اسعارهم الرسمية في الوقت الحالي. الفئة الأولى ب 724,900 والفئة الثانية ب 749,900. وتقدر تشوف الأسعار والفروق بين الفئات من خلال موقع كونتاكت كارز، هسيب لك اللينك في الوصف. شيفروليه اوبترا بتتميز بتصميم شكله حلو وشيك وتحسه قالب على شيفروليه كروز بس بسوك. وش العربية مميز بفوانيس هالوجين ودي نقطة سلبية، وعندك إضاءة نهارية LED وما بينهم الشبكة المضلعة اللي عليها العلامة الفاخرة لشيفروليه، وتحت عندك شبكة صغيرة والفوانيس الشبورة. اجمالا كده في وش العربية شكله رايق وحلو بصراحة. جنب العربية بقى يا الغالي مميز بإشارات في المرايات وجنوط سبور مميزة بلونين. الجنوط السبور دي في الفئة التانية بس. ظهر العربية أول ما تشوفه هتلاقيه شبه الشيفروليه ماليبو قوي، مميز بفوانيس LED وخط كروم تحت علامة شيفروليه، وديفيوزر فيه فتحتين اكزوست بس مخليين ظهر العربيه رايق. لما نيجي ندخل نتفرج على التصميم الداخلي للعربيه هنلاقيه هادي في الخطوط وبسيط ومهتم بالعمليه قوي. عندك شاشه وسطيه بمقاس 8 بوصه بتدعم اندرويد اوتو وابل كار بلاي، ودي نقطه ايجابيه في العربيه دي. لوحة الإعدادات أنالوج وفي النص الشاشة 3 بوصة لعرض البيانات الأساسية. النقطة السلبية في العربية إن الخامات كلها رديئة، كل الخامات في التابلو والأبواب والكونسول من البلاستيك والكراسي قماش مش جلد. بس انت برضه بتتكلم في عربيه بمليون الا ربع، فدي حاجات ما تبصش عليها في عربيه زيرو بالسعر ده. ولو عايز عربيه فيها خامات وتجهيزات اكتر تقدر تتفرج على جيلي ايميجراند، كنا عملنا فيديو ليها هتلاقيها على القناه. مساحات الركوب في العربيه قدام ممتازه، والمساحه ورا تاخد شخصين مرتاحين قوي وطفل صغير في النص او 3 شباب مرتاحين برضه. مساحات الرؤيه في العربيه جيده جدا، مفيش نقط عاميه كتير في العربيه. وطبعا العربيه مفتقره للحساسات بس عندك كاميرا خلفيه جودتها معقوله. ومساحات التخزين جوه المقصوره جيده جدا، ومساحه الشنطه الخلفيه 475 لتر ودي مساحه كويسه جدا. نتكلم بقى عن منظومه الحركه في شيفروليه اوبترا 2025. العربيه متوفره بموتور 4 سلندر 1500 سي تنفس طبيعي بيطلع قوه 98 حصان وعزم 142 نيوتن، متوصل بفتيس CVT. والعربيه بجر امام العجلات. ارقام الاداء الرسميه من 0 ل 100 في 13.2 ثانيه. السرعة القصوى 170 كيلومتر، ومتوسط استهلاك البنزين في العربية دي رسميا 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر. أداء الموتور اقتصادي بتاع استخدام عادي جدا واستخدام يومي، معمول علشان المشاوير اليومية والمشاوير البسيطة. الأداء مش أحسن حاجة برضه، مش بتاع جري بس بيخليك تطلع من غرزة أو حاجة كده يعني. ومكمل معاه الفتيس CVT علشان يدولك منظومة اقتصادية باستهلاك بنزين قليل وصيانات قليله وتكلفه على قد الايد. وتكييف العربيه مش احسن حاجه في الدنيا ولكنه شغال بكفاءه، ولكن النقطه السلبيه هي ان مفيش فتحات تكييف للكنبه الخلفيه، ودي نقطه سلبيه جدا في العربيه دي. تجهيزات الامام في العربيه ممتازه. العربيه بتقدم لك 2 ايرباج وABS نظام منع انغلاق الفرامل، وABD نظام توزيع قوه الفرامله على العجلات، وESP نظام الثبات الالكتروني، وهيل هولد كنترول نظام مساعده طلوع العربيه على المطالع، وتراكشن كنترول نظام منع هدر القوه على العجلات، وTBMS نظام مراقبه ضغط الاطارات. وتجهيزات الامان دي كلها موجوده في الفئه الثانيه، والتجهيزات دي حاجه عظمه في عربيه بالسعر ده، بس كان يفضل العربيه تبقى فيها على الاقل 4 ايرباج. الخلاصه في شيفروليه اوبترا 2025، اول حاجه عايز اقول لك لو هتشتري العربيه دي اشتري الفئه الثانيه منها، وما تنساش قبل ما تاخد قرار الشراء ده تلقي نظره على اسعار الصيانات بتاعتها وقطع غيارها علشان تعرف هل هتكون مصاريفها مناسبه معاك ولا لا. العربيه دي عربيه مميزه بتصميم خارجي وداخلي شكلهم عصري، ولكن الخامات مش افضل حاجه، والتجهيزات اللي موجوده اساسيه بس ما فيهاش دلع كتير. مساحات الركوب والرؤيه والتخزين كويسين قوي على عربيه زي دي، والموتور هدفه الاقتصاديه والاعتماديه في الاستخدام، والتكييف اداؤه جيد جدا، وانظمه الامان اساسيه مهمه عدا الايرباجات كانت محتاجه تبقى 2 ايرباج اقل حاجه.
العربية دي مناسبة للمشاوير اليومية والتنقل ما بين المدن الجديدة والشغل. وفي الختام اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة على يوتيوب، وكمان ما تنساش تتابعني على تيك توك وفيسبوك، هسيب لكم اللينكات في الوصف. شكرا لكم على المتابعة، مع السلامة.